على بالك في بعض الحالات ننشر فيلل كما اللي راك تشوف فيها درك. من أجل أن نسبيرو منها دي زيدي نهزو منها أفكار، كما اللي راك تشوف فيها الدوبل هايت أو دبل أوتير. أيضا تشوف مثلا في الأريير كما راك تشوف، عندنا مثلا صالو صالة مونجي، مطبخ كما راك تشوف فيه مطبخ عصري. لي كولير تهز منهم دي زيدي وتطبقهم في الفيلا نتاعك. لأنه قليل باه تلقى موقع كما اللي راك تشوف فيه هذا مفتوح مباشرة على البحر أو على النهر ومساحة كبيرة وكذا. قليل خلاص باه تلقى موقع كما هذا في الجزائر. لكن نحن نهزو منه أفكار، نديرو مثلا المسبح في الأريير، نديرو مثلا الصالون خاصة أو جلسة مثلا مع المسبح معها مطبخ معها صالون في الأريير. نديرو مثلا دي سباس فير كذا، مثلا نديرو مثلا لقطة تاع كاجيسكالي هذا يهبط مثلا للجردة، ولا مثلا أسرة كما راك تشوف فيهم في الديكور انتريير. وهذه باه تكون لازم لك، وباه تكون كما نقولوا باه تخدمها بالطريقة هذه لازم لك ارشيتكت يكون يعرف الدومين هذا، خاصة يعرف الدومين تاع الديكور انتريير. كما راك تشوف هذا ما يقدرش يخدمها لك الماصو او المقاول مباشرة. هذه راهي تخدم تصاميم داخلية بصور، بحيث ان الصور هذه تشوف التصميم تاعك قبل ما ترياليزا او قبل ما ينجز في ارض الواقع. تشوف اصل الكولير تاع المطبخ كيفاش راح يكون، المسبح واش من بلاصه راح يكون، كل شيء راه تشوفه كيفاش راح يكون من ناحيه الارضيه، اللون نتاعها، التناسق كذا، الاطلاله على المسبح او على الجرداء او على البحر الى اخر ذلك. هذه كامل لازم لها دراسه، ونحن نقدم هذه الدراسة من ناحية مخططات ديكور انتريير، 3D خارجي أو داخلي، استشارات أيضا مجانية. عنا بعض الاستشارات مثلا حاب تسألنا ولا حاجة، مرحبا بك خويا العزيز. ونقدم أيضا ملفات رخص بناء إلى آخر ذلك. وإذا عندك مثلا فيديو ولا حاجة عجبتك في الإنترنت نقدر نهزو منها أفكار. تواصل معنا الآن، والسلام عليكم ورحمة الله.